التفاصيل الصغيره اللي كانت بتفرق معايا وبتخليني انجز قوي. بجد من اهم الحاجات اللي لازم تعملها وانت بتذاكر، ازاي بقى تحافظ على تركيزك اثناء المذاكره نفسها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده مختلف عن باقي الفيديوهات اللي في القناه، اول مره اعمل الفيديو ده والنوع ده من الفيديوهات، فمتحمسه. الفيديو ده طلبتوه مني وكذا حد قال لي ان انا اعمله كده، وانا قلت لهم حاضر باذن الله هنزله في اقرب وقت. الفيديو ده عباره عن ايه؟ هو روتيني اليومي في الثانويه العامه، من اول ما اقوم من النوم لحد ما انام بالليل. ايه اللي كنت بعمله بالظبط، وايه التفاصيل الصغيره اللي كانت بتفرق معايا وبتخليني انجز قوي وبتخليني اعرف ان انا اذاكر واعمل اللي عليا كله طول اليوم، ما اتكسلش، ما احسش ان انا مش عايزه اكمل، خلاص ماليش طاقه، وايه اللي المفروض اعمله علشان ما اضيعش وقت كمان. كل ده هتلاقوه ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده. ولو عايزين بقى اي فيديوهات تانية عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وهعمل لكم بيها فيديوهات في اقرب وقت. يا جماعه انا في الاجازه حاليا، فعايزه ان انا اعمل لكم كل حاجه اقدر بيها ان انا افيدكم. ولو عايزين نعمل فيديو كده اسئله واجوبه، يعني انا اجمع الاسئله بتاعتكم واجاوب عليها كلها، حتى لو اسئله عاديه، يعني عايز اي اسئله انتوا عايزينها اسالوها لي في الكومنتات برضو، وانا هعمل ممكن بيها فيديو اسئله واجوبه. لو عجبتكم الفكره يعني قولوا لي برضو واكتبوا لي الاسئله بتاعتكم وان شاء الله اعملها قريب. اول حاجه نعملها طبعا اول ما نقوم من النوم نروق السرير بتاعنا، بس بصراحه اغلب الوقت ماما اللي كانت بتروقه، علشان كان بيبقى عندي دروس الصبح، فهي ما كانتش بتخليني اروقه وكانت بتروقه هي. وطبعا اول واحسن حاجه تعملها اول ما تصحى من النوم هي انك تصلي الصبح، او لو صاحي بدري تصلي الفجر، وبعدين تقرا قران. بجد يا جماعه قراءه القران كل يوم حلوه جدا، تحس ان مذاكرتك كده فيها بركه بجد لما تبدا يومك بقراءه القران. طبعا اول حاجه الشاي بلبن في المج بتاعي، سواء قهوه او نسكافيه، فانا ما بحبهمش خالص ومش بنصح اي حد ان هو يشربهم اثناء الثانويه العامه كحاجه يعني ادمان. كل يوم الصبح تشرب نسكافيه او كل يوم الصبح تشرب قهوه هيضرك، علشان خاطر لما تيجي بقى في الاوقات الصعبه تبقى محتاجهم وفعلا عايز تشرب حاجه تفوقك جدا، مش هيفوقوك علشان هتبقى متعود عليهم. وكنت ماشيه انا بالمبدا ده وفعلا كانت حاجه حلوه جدا. واول حاجه كده بقى مبدئيا المكتب بتاعك يبقى متروق، كل حاجه محطوطه في مكانها، القلمه كلها جنبك بحيث انك تستخدمها في الوقت اللي انت عايزه. مع الالوان دي انا مش بستخدمها علشان الون بيها، انا بستخدمها علشان اخلي شكل مذاكرتي احلى، ودي اكتر طريقه بتنفع معايا، وانا اكتشفت ان هي اكتر حاجه بتخلي الحاجات تثبت في دماغي لما اعملها بالوان مختلفه ومتنوعه كده واخلي شكلها جميل. اول حاجه هتعمل التو دو ليست اللي احنا اتفقنا عليها، هتكتب المهام اللي عندك في اليوم. طبعا شبه ما انتم شايفين ده انا كان روتين حياتي بجد حرفيا ولحد الكليه وانا بعمل كده، لازم اكتب الحاجه اللي عليا في اليوم واشوف انا خلصت منها ايه وما خلصتش منها ايه. شبه ما انتم شايفين في حاجات كنت بعمل عليها اكس كتير، يعني حاجه طبيعيه، مش كل حاجه لازم هنعملها خلاص، اكيد في حاجات لازم هنعمل عليها اكس، في حاجات مش هنعملها كتير، في حاجات ساعات هنعملها كلها. اهو شبه هنا اليوم ده انا عامله فيه كل حاجه بس كده. هنا كنت بكتب بس ان انا كنت الحمد لله خلصت ثالثه ثانوي، وان الحمد لله دخلت كليه الطب فعلا. وبعد كده بدات اكتب حتى يومياتي في كليه الطب اهي، وهي اليوميات بتاعتي شبه ما انتم شايفين برضو مكمله في نفس الموضوع ده، ومش هبطل لان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، انك تكتب المهام اللي عليك في اليوم. ده اللي بيخليك تعرف انك تنظم مذاكرتك وتعرف ايه اللي عليك بالظبط وايه اللي لازم تعمله. شبه ما قلت لكم قبل كده في كل فيديوهاتي وانا بقول لكم وهكرر لكم تاني، يا تستخدموا التابلت يا اما الكمبيوتر يا اما لو عندكم لابتوب يبقى كويس جدا، لكن التليفون لا يا جماعه، التليفون يتساب خالص اثناء ثالثه ثانوي، ولا بقى تقولي منبه ولا تقولي ما اتصرف، اعمل اي حاجه تانية. انا بجد يا جماعه هفضل برضو مصره ان من اهم الحاجات اللي دخلتني كليه الطب ان انا كنت سايبه التليفون طول السنه، ولا جروبات ولا منصات ولا اي حاجه على التليفون. التليفون كان مع ماما شايلاه طول السنه، لان التليفون ده كفيل ان هو يبوظ لك السنه كلها، يضيع لك حلمك، يضيع لك وقت كبير جدا، فتروح تراكم حاجات عليك. كل الحاجات الوحشه بتيجي من التليفون ومسكه التليفون. حاولوا تخلوا جنبكم عبارات تحفيزيه دايما تحفزكم، وكل ما تشوفوها تحسوا ان انتوا لسه في امل وان ان شاء الله هتحققوا اللي انتوا عايزينه. حبيت اشارك معاكم كمان العبارات اللي انا كنت كاتباها. انا كنت كاتبه كليه الطب البشري، وقعدت بقى اكتب حواليها my only dream, my hope، يا رب حققهولي، الامل، الهدف، كل حاجه انا كانت في بالي كتبتها، وكتبت معاها التاريخ 20/6/2022
وهنا العبارة دي انا كنت ماشية بيها بجد طول السنة، وهي الراحة لا تدرك بالراحة. يعني ايه؟ يعني لو انت قعدت ترتاح طول السنة وبقيت مرتاح ومش بتتعب ولا اي حاجة، يبقى اكيد عمرك ما هترتاح بعد كده لما تخلص السنة. لكن اللي بيتعب واللي يعمل اللي عليه اثناء السنة هو ده اللي بيرتاح في الاخر. كنت دايما بحب اوثق كل حاجة، فكنت بكتب ساعات ان درجاتي مش حلوة قوي لو في درس معين، يعني في امتحانه جبت درجة مش حلوة فكنت بكتبها جنبه، وساعات اكتب لما اجيب درجات حلوة اكتبها برضو جنبها. كنت ساعات بقيم اليوم، يعني كل يوم كده اكتب جنبه ادائي ايه على حسب الحاجات اللي انا عملتها في اليوم، سواء بقى عملت نص المهام او كل المهام او جزء صغير منها، فاكتب اليوم ده مثلا كويس شويه، سيء، جيد جدا وهكذا. كنت بحب يا جماعه ان انا اوثق اغلب الحاجات اللي بتحصل معايا، علشان بعد كده لما اتفرج عليها كده افتكر الذكريات دي وابتسم وابقى مبسوطه فعلا، والحمد لله فعلا ده اللي حصل. فحاولوا توثقوا كده، انا حبيت ان انا اشارك معاكم الحاجات دي، بجد بحسها حاجات قيمه كده قوي وذكريات غاليه. حاولوا تعملوا لنفسكم كده ذكريات، هي الحياه كده اصلا ان انتوا تعملوا ذكريات جميله تفتكروها بعد كده، حتى لو ذكريات مش حلوه قوي، لما هتقدموا في حياتكم وتنجزوا وتعملوا انجاز معين هتفتكروا الذكريات اللي مش حلوه دي وتقولوا الحمد لله ان انا اتقدمت وبقيت في مكان احسن بكتير. بعد كده كنت بقعد اذاكر عادي جدا، كنت بحب وانا بذاكر اقعد اخطط واعمل دواير واعمل بالقلم الماركر، علشان لما اشوف الحاجات اللي انا ذاكرتها دي تاني افتكر ايه الحاجات المهمه منها، لو عايزه اراجع بسرعه يعني مراجعه سريعه. تحط جنبك ميه او عصير او اي حاجه ممكن تحتاج انك تشربها اثناء وانت قاعد بتذاكر علشان ما تقومش من على المذاكره تجيبها. وفي حاجه بجد من اهم الحاجات اللي لازم تعملها وانت بتذاكر بجد يا جماعه، انا من غير الحاجه دي مش هقدر كنت اكمل مذاكره، مش هقدر اوصل ل10 ساعات او 12 ساعه مذاكره، ممكن اكتر كمان. وهي الحافز. الحافز ده بجد كنز وحاجه مهمه جدا جدا في المذاكره بتاعتك او في اي حاجه في حياتك، لازم تعمل لنفسك حافز. كلنا عارفين ان المذاكره حاجه بايخه وتقيله على قلبنا، فعشان خاطر نحليها ونخليها فعلا حلوه ونعملها بمتعه نخلي لينا حافز بعد المذاكره. طبعا مفيش حافز محدد، بس ممنوع التليفون كحافز. التليفون مش حافز خالص، وشبه ما قلت لكم في اول فيديو التليفون ده اصلا يبقى بعيد عنك تماما، مالكش دعوه بيه. حافز بقى يا اما شوكولاته، اكله بتحبها، ممكن يبقى انك تشوف حلقه من مسلسل على الكمبيوتر او اللابتوب او التابلت ماشي، لكن مش التليفون برضو. انك تقوم تعمل رياضه، تعمل تمارين، دي برضو من الحاجات اللي بتحفز. بعد كل ماده تعمل الحافز ده، بعد ما يعني مثلا انت عامل لنفسك 3 أو 4 مواد في اليوم عايز تخلصهم، بعد كل ماده تخلصها منهم تروح تاخد الحافز بتاعك اللي انت عامله ده. الحاجات اللي بتحفزني قوي في مذاكرتي بقى، يعني مثلا لما انت تحس ان انت محبط جدا او بتحس ان انت بتمر بايام مش حلوه، عشان ساعات بيمر علينا ايام مش حلوه قوي في الثانويه العامه، بتحس ان انت خلاص فقدت الشغف، فقدت الرغبه في ان انت تكمل وكده، بقعد اتخيل نفسي في حلمي، كنت بتخيل نفسي وانا النتيجه بتطلع وان هم فرحانين ومبسوطين بيا، بتخيل نفسي وانا داخله الكليه وانا بلبس البالطو والحاجات دي كلها. وبجد يا جماعه التخيلات دي والله يا جماعه بجد كانت بتحفزني. ساعات كنت بخلي الحافز بتاعي ان انا اطلع اقف في البلكونه شويه، كنت بحس برضو براحه نفسيه وان انا بفصل كده عن جو المذاكره شويه، وكاني بخرج برضو واتمشى. عادي اصلا ان انتوا تخرجوا وتتفسحوا، مفيش اي مشكله خالص. دي انا كنت بتفسح برضو، بروح النادي اغلب الوقت. بدايه الثانويه العامه كنت بروح النادي كتير، وممكن كل اسبوع مره او كل اسبوعين مره، بدات اقللهم يعني كل ما كنت بتعمق في السنه، بس يعني كنت بخرج عادي مفيش اي مشكله بجد. ازاي بقى تحافظ على تركيزك اثناء المذاكره نفسها؟ ده بيبقى بعوامل كتير. اول حاجه ان انت ما تقعدش في مكان فيه دوشه وتقول انا كده هذاكر وعادي ما عنديش مشكله اذاكر وفي حد بيتكلم جنبي او في تلفزيون شغال جنبي، انت فعلا مش هيبقى عندك مشكله وهتذاكر ممكن، بس هتبقى تركيزك اقل بكتير من وانت قاعد في هدوء تام. حاجه تانية ان انت تعمل مكان كده مخصص ليك، سواء مكتبك، ترابيزه، اي حاجه مخصصه كده ليك بس بتاعت المذاكره، فخلاص بقى تدخل في المود بتاع المذاكره وتبقى مركز في اكتر تركيزك. تبقى جايب جنبك الميه او العصير او اي حاجه عايز تاكلها مثلا اثناء المذاكره، تبقى حاططها جنبك بحيث ان انت ما تحتاجش انك تقوم وتقطع مذاكرتك علشان عطشان، تقوم وتعمل ايه علشان جعان. ما هو عقلنا يا جماعه بيبقى عايز ان هو يتهرب من المذاكره دي عشان هي ثقيله عليه، فعايز يتهرب منها باي طريقه، فيعمل ايه؟ يحاول ان هو يخليك تبقى عايز تاكل، تشرب اي حاجه عشان خاطر تقوم من عليها وخلاص، عشان تقطع مذاكرتك دي وخلاص. فانت لازم تعافر وتقاوم بان انت توفر له كل حاجه قدامه،
الاكل والشرب وكل حاجه قدامك كده، بحيث ان انت ما تقومش من مكانك خالص وتفضل قاعد ومركز بكل تركيزك. اخر حاجه كنت بعمل ايه لما يجيلي افكار كده اثناء المذاكره، افكار غريبه كده وملهاش اي لازمه، انا عايزه اسلم على خالته، انا عايزه ابعت لصاحبتي اقول لها كل سنه وانت طيبه في عيد ميلادها، حاجات كده غريبه قوي بتطلع لنا في عقلنا كده فجاه بلا سبب اثناء واحنا بنذاكر وبتقطع تركيزنا. نعمل فيها ايه الحاجات دي عشان ما نقعدش نفكر فيها كتير ونضيع فيها وقت؟ نجيب ورقه ونكتبها فيها. الطريقه دي فعاله قوي قوي قوي، وانا مجرباها كتير جدا، جربوها وبجد بتفرق معاهم جدا في المذاكره بتاعتهم وفي كل حاجه، حتى في الشغل برضو لما تبقى بتشتغل على حاجه مهمه وكده ومركز فيها، لو عايز ما تقطعش تركيزك بتكتب الحاجات المشتتات اللي بتظهر لك فجاه كده في دماغك. ويا جماعه بجد حاولوا تحافظوا على حالتكم النفسيه جدا اثناء السنه، حفزوا نفسكم، شجعوا نفسكم بنفسكم، ما تستنوش حد يشجعكم، ما تستنوش حد يحفزكم، انتم من لازم تحفزوا نفسكم بنفسكم. حط في دماغك ان الثانويه العامه ما تستاهلش كل الكلام اللي معمول عشانها ده، الثانويه العامه سنه عادي شبه اي سنه، ولو كل واحد حط في دماغه كده وبقى مقتنع بكده جدا وفي نفس الوقت بيعمل كل اللي يقدر عليه وكل حاجه وبيذاكر ومش بيراكم حاجه عليه وماشي تمام جدا وبيحل وكل حاجه، هيبقى بسم الله ما شاء الله متفوق جدا 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 ويجيب اعلى درجات في نهايه السنه ويحقق اللي هو عايزه باذن الله. بس الواحد يبقى عنده ثقه كبيره كمان في ربنا جدا، خلي عندك ثقه في ربنا طول ما انت بتعمل اللي عليك ومش بتراكم حاجه وبترضي ربنا وبتدعي كتير، خلاص ثق في ربنا تماما وان شاء الله ربنا هيكرمكم وتحققوا كل اللي تتمنوه. اخر حاجه قبل ما اختم الفيديو، طبعا اكيد كلكم عايزين تعرفوا انا بنام الساعه كام بقى. كنت في ثانويه عامه اغلب الايام كنت بنام من الساعه 1 يا اما الساعه 2. انا ما كنتش بصحى وقت الفجر بصراحه، رغم ان ده افضل بكتير قوي واحسن، ولو تقدروا تعملوه كده اعملوه، بس انا عشان خاطر كان عندي اغلب دروسي الساعه 8 الصبح، فكنت بسهر لغايه الساعه 1 او 2 واقوم درس مثلا من الساعه 7 اروح الدرس وكده، ولما ارجع انام ساعتين علشان اكمل يومي بكل نشاط وكاني لسه قايمه من النوم. ودي طريقه فعاله جدا وانا كنت مستخدماها طول السنه وماشيه بيها والحمد لله تمام جدا. النوم اثناء اليوم مش مضر ولا وحش، حتى لو مش هتنام ساعتين كاملين، ساعه ونص ساعه مفيش مشكله، المهم ان انت تنام عشان تفصل مخك، يفصل كده ويرتاح، تعرف تكمل بقى بنشاط باقي اليوم كله. انا كده قلت لكم كل الروتين بتاعي، اتمنى تكونوا استفدتم يا رب، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شبه ما قلت لكم اكتبوا لي كل اللي انتوا عايزينه في الكومنتات وان شاء الله هعمل لكم بيه فيديوهات في اقرب وقت ممكن. بس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، مع السلامه.